حقيقي المعنى الحرفي الفوز بمعنى الخساره النهارده. خلينا نتكلم بجد شويه يا جماعه، يعني في ناس بتحب طريقه الكلام اللي بجد، في ناس تحب الكلام اللي بيظهر، يبقى انا راضينا جميع الاطراف. انت مقتنع؟ يعني انا عارف ان انت مبسوط بالريمونتادا وشوطه بدري اللي من نص الملعب الجميله، لو الجول حلو الصراحه، يعني عشان الواحد يقول ليه ولا، بس برضه انت مقتنع؟ يعني هل ده اداء انت المفروض تقدمه قدام فرقه خارجه من وطالعه من الدرجه سيبك من ان هم طالعين من الدرجه، هل ده اداء انت المفروض تقدمه قدام فرقه عموما؟ بص، لو هنتكلم بجد خلينا مقتنعين ان من احدى المميزات طبعا ان انت بقى عندك شخصيه فعلا، ودلوقتي بقينا نقدر نقول عندك شخصيه فعلا ان انت ترجع في المباراه من تاني مهما كانت الظروف، مهما كنت كويس كنت وحش، كنت متاخر بهدف، متاخر بهدفين، متاخر بايا كان، الدقيقه 40 الدقيقه 50، بقى عندك الشخصيه دي دلوقتي. لكن ديونج اللي كان في ناس من مشجعين برشلونه شايفين ان في لعيبه ممكن تعمل دوره، ده واضح جدا النهارده ان غيابه فعلا مؤثر جدا. مع احترامي لايريك جارسيا، بيسمع الكلام، بينفذ التعليمات، بيعمل مجهود اكتر من اللي مطلوب منه في الملعب كمان، بس للاسف هو مستواه مقارنه كوندي اعلى بكتير. ده كله معناه ان دكتك مش نفس مستوى اللعيبه اللي في الملعب، ففكره ان انت تريح لعيبه ده ممكن يخليك تخسر نقط في ماتشات كتير قوي، ودي للاسف مشكله كبيره.